احنا شفنا مع بعض في التلفزيون أولمبياد سول، والحقيقة بهرنا بالبطولات واللياقات والمهارات العجيبة دي، وبقينا في ذهول من نجوم ونجمات الجمباز والأجسام الخفيفة زي الفراشات، لكنها أشباح مش أجسام. اتعلموا فين واتدربوا فين ودرسوا فين؟ وعرفنا ان الحقيقة وراهم دول وجامعات ومعاهد ونوادي وخبراء في التغذية وخبراء في الطب الطبيعي ومعلمين وتدريب طويل ابتدى من سن 3 سنين من الطفولة. ومش بس كده، كمان وراهم صحافة وإعلام وتشجيع وحوافز وميداليات. دول كلهم نجوم اتولدوا وتربوا للرياضة. النهاردة هتشوفوا مباريات مختلفة. هنروح مع بعض احنا الاتنين في رحلة تحدي للطبيعة البكر، للغابة، لحيوانات من غير مكياج كده اهو، طالعة كده يا مولاي كما خلقتني من المصنع الرباني. مفيش وراها لا جامعات ولا وزارة شباب ولا خبراء تغذية ولا خبراء طب طبيعي ولا ناس استلموهم من سن 3 سنين عشان يعلموهم، إنما هم ناس كده يعني حيوانات ومخلوقات بتلعب بالفطرة. مفيش وراها لا كاميرا ولا مجلة ولا إعلام ولا تشجيع ولا تسقيف. هنشوف نجمات ونجوم الطبيعة من المصنع الإلهي، وهنشوف يا ترى مين هيغلب في الأرقام القياسية، ويا ترى إحنا اللي هنغلب ولا الحيوانات. ونشوف مع بعض الفيلم. ده حيوان السيفاكو من مدغشقر. أعجب حاجة فيه الشياكة والجمال في الحركة والقفزة وشوف بينط ازاي، أكنه ماشي في الشارع مش ماشي في الهواء. شوف على ارتفاع 30 متر، مفيش لا شبكة ولا مرتبة في الأرض ولا كلام من ده خالص. على ارتفاع 30 متر بينط النطة دي، ولا مش طائر، ده حيوان تقيل. وبعدين ايه، بيمسك الغصن كده في رقة غريبة جدا، حاجة غريبة. التناسق، الشياكة، التلقائية، الجمال. أكنه فعلا ماشي في شارع فؤاد مثلا وهو طاير في الهواء. افتتاح الدورة الأولمبية الحيوانية. 1 2 3 هوب. العلامات اللي على الأرض دي من أسرع طائر هنشوفه دلوقتي، اللي هو النعامة. 45 ميل في الساعة، يعني أكثر من 70 كيلومتر. لكن الشيء المهم في حركة النعامة إن لما تبص لرجلها تبص للقدم. القدم فيه شياكة غريبة قوي. شوف القدم بتاعها بيتحرك إزاي، يلمس الأرض كده في رقة وشياكة كما لو كانت بترقص باليه. وبعدين توازن الجسم الغريب بالرغم من السرعة، يعني سرعة 45 ميل في الساعة، يعني حوالي 70 كيلومتر، يعني عربية سريعة يعني. ومع كده الجسم نفسه متوازن توازن غريب، والعضلات فيها تناسق، والقدم وهو بيتحرك كده بيلمس الأرض في شياكة غريبة.
الكنجارو ده نطاط عجيب، ممكن ينط أوسع نطة بالنسبة للحيوانات كلها. وبيعتمد الديل والكتلة الجسم من قدام، بيعملوا توازن مع بعضهم، وبيستعمل الديل كدفة برضه. ده بيقلد بقى البني آدم، بيقلد الكنجارو، لكن يعني فين فين وفين. الغزلان صاحبة أخف جسم، ومن الحيوانات السريعة جدا اللي بتوصل ل 44 ميل في الساعة، لأنها طبعا المفروض تكون مؤهلة أنها تهرب من الحيوانات المفترسة اللي زي الأسد أو النمر، ففيها خفة. وبعدين تمتاز الغزلان تكتيك، عندها تكتيك واستراتيجية في الجري. أولا تقدر تحكم التنفس، فتلاقيها طول الوقت طول ما بتجري بتتنفس، وده بيديها طاقة واستمرار. وكمان في تنظيم تنفس مع الجري، يعني عملية تنظيم في التنفس مع الجري. ده الجولد ميداليست أو صاحب الميدالية الذهبية في الجري في الحيوانات كلها، اللي هو الفهد، بيوصل ل 71 ميل في الساعة، يعني حوالي 110 كيلومتر يمكن، يعني سرعة ممنوعة بالنسبة لنا في الطرقات. لكن الغريب بقى في الفهد، طبعا شهيته اتحركت لما شاف الغزلانة وهيبتدي يجري وراهم. الفهد خدوا بالكم الكاميرا بتصور تصوير بطيء، لأن لو صورت سريع ما تشوفوش، لأنه سريع جدا، فبتحاول تعمل تصوير بطيء. الحاجة التانية لما الواحد يبتدي يراقب بقى حركة الفهد في الجري، يلاقي عنده أسلوب غريب قوي، يستعمل ظهره يقوسه لفوق وبعدين يقوسه لتحت، ورجليه يضمهم أقصى ضم وبعدين يفردهم أقصى فرد. هنشوف الحكاية دي. شوف ظهره بيتقوس ازاي، بيبقى مقعر وبعدين يبقى محدب، وبعدين الرجلين بيتقابلوا كلهم في نقطة وبعدين يتفردوا على الآخر، فده بيديله أقصى. شوف كل الرجلين بقت في نقطة متقابلة، وبعد كده يتفردوا على الآخر. فمعنى كده أنه يستغل الإمكانيات الهيكل الجسماني لأقصى درجة. شوف هنا الظهر مقوس ازاي لتحت، وبعدين يرجع يبقى مقوس لفوق، الرجلين تنضم تبقى كلها في نقطة وبعدين تتفرد. فبيستعمل أقصى إمكانيات الهيكل عشان يدي أقصى سرعة. ومع كده الغزالة أمهر منه لسبب، لأن هي الغزالة ممكن في قمة السرعة تروح محولة الاتجاه على طول، ودي حاجة ما يقدرش يعملها الفهد لأنه جسمه تقيل. ده الجري بتاعنا بقى أقصى سرعة عملناها 23 ميل في الساعة. فين دي من 71 ميل في الساعة؟ الفهد يعني 3 مرات قد البني آدم في السرعة. وبعدين الإنسان من الصعب إن هو ينظم تنفسه زي الغزالة، عشان كده تقدر الغزالة تستمر في الجري مدة طويلة قوي. كل ده 23 ميل في الساعة بس. وده يبقى جولد ميداليست اللي بيجيب 23 ميل في الساعة، لكن يبقى ولا حاجة بالنسبة لصاحبنا الفهد ده. هنبتدي نحلل الحركة في الإنسان وفي الحيوانات في المشي والجري. فهنا دي تحليل نقط الجسم، حولناه لنقط. وبعدين هنعمل حاجة، نحط علامات حمراء على رجلين وعلامات خضراء على الرجلين التانيين، وهنشوف بقى فيه نظام في الجري وفي المشي في الرجلين أو لا. ففي الكلب بنلاحظ إن في الأول خالص هيبتدي الحمراء بتمشي مع الحمراء، ملاحظين؟ والخضراء بتمشي مع الخضراء. شوفوا الحمراء، الرجل الحمراء اللي فيها اسوره حمراء بتمشي مع الحمراء، والرجل اللي فيها اسوره خضراء بتمشي مع الرجل اللي فيها اسوره خضراء. ففي نظام.
لكن لما يبتدي الكلب يعمل تروت ويزود السرعة، تبتدي بقى دلوقتي تبقى الخضرة مع الحمرة، يعني بتخلف. وبعد كده لما تزيد السرعة تبتدي كل رجل تبقى حرة، مش مرتبطة بالثلاث رجلين الأخرى. وده بيساعد الحيوان إنه ينطلق في حرية. نفس الحكاية دي هنلاحظها في الحصان برضه، إن بيبتدي بنظام معين في الرجلين، بيبقوا اتنين مع بعض واتنين مع بعض، وبعدين لما تزيد السرعة يخلف، وبعدين لما تزيد قوي تبتدي كل رجل تبقى لها نظامها الخاص اللي بتجري بيه، بتبقى رجل حرة مش مرتبطة بسنكرون معين مع رجل تانية. والنظام ده بيدي للحيوان قدرة على الحركة الحرة. والكلب طبعا قصدي الحصان من أسرع الحيوانات، يعني بيدينا 43 ميل في الساعة، والحصان من أقدر الحيوانات على الجري الطويل. وبالإضافة للحركة الحصان فيه جمال وتناسق. حمار الوحش 30 ميل في الساعة، يعني ما زال حمار الوحش يسبق الإنسان. والحمار العادي 16 ميل في الساعة، يعني الإنسان مكانه بالظبط بين الحمار العادي والحمار الوحش، والباقي الحيوانات بتسبقه. الحصان بالإضافة لمواهبه في الجري فأيضا مسألة قفز الحواجز. وفي قفز الحواجز ممكن يبقى سرعة الحصان 16 ميل في الساعة رغم وجود الحواجز. وبالإضافة لكده زي ما قلنا الحصان جميل، يعني في حركاته تبص تلاقي في الحركة في جمال وتناسق وشياكة وتوازن. شوف الجمال. الانسيابات الحلوة اللي في جسم الحصان. الغزالة في قفزتها بقى شيء يجنن، واللي بيغلب الكل الكنجارو ممكن ينط على ارتفاع 2 متر، نطة واحدة ارتفاع 2 متر. دي احنا بقى في قفز الحواجز ده سباق العوائق المائية والحاجات دي، بس طبعا بكتير أقل من الحصان بكتير. في الأولمبياد بيبقى تنافس دول. هنا البنت دي هتنط قفز العالي، طبعا قفزة ميصة جدا وفي مرتبة وبتاع وشغلانة. وفيه النطة اللي اسمها نطة الضفدعة، اللي هي النطة دي، لكن ده يجي ايه من الضفدعة ولا حاجة. شوفوا بقى الضفدعة بتنط قد ايه بقى في القفزة بتاعتها دي، شيء رهيب. 15 قدم، يعني عدة أضعاف جسمها. والجرادة اللي هي طولها بوصة ممكن تنط 100 ضعف. الجرادة زي ما قلنا بتبقى طولها بوصة وتقفز 5 أقدام، يعني حوالي 100 ضعف طولها. يعني بالتناسب ده يبقى المفروض ان الانسان اللي طوله 1.5 متر ينط 150 متر، وده ما بيحصلش ابدا. انما المعجزة العجيبة بقى البرغوث ما تشوفوش من سرعته،
وبعدين بينط لفوق بما يساوي 133 ضعف قد حجمه. يعني لو الإنسان عمل النسبة دي فنط ممكن ينط بارتفاع كاتدرائية. يعني فعلا البرغوث بينط بارتفاع كاتدرائية بالنسبة اللي حكيناها، لأنه 133 ضعف قد طوله. يعني لو الإنسان نط نطة مشابهة المفروض يوصل لطول أو ارتفاع كاتدرائية. الملاكمة بتبقى طبعا بيلبس جوانتيات وبتاع، وممنوع الضرب تحت الحزام، وعملية منظمة جدا، وهي في النهاية لعب يعني. إنما في الحيوان عادة المصارعة الحيوانات بتبقى يعني في سبيل الأنثى، عشان حيوان عاوز يفوز بالأنثى أو دفاعا عن حدود البيت يعني. فبتبقى محكومة بحوافز طبيعية. وشفنا الكنجارو في الملاكمة بتاعته بيرفص كل أنواع الرفص، بس حاجة عجيبة أوي. والبندقية هتستعجبوا إنه في حيوانات عندها بندقية. في حاجة اسمها درايف الفش، هنشوفه دلوقتي، سموها السمكة ذات المدفع. عندها مدفع، بس طبعا مدفع مي، ومع كده نشان غريب جدا. السمكة دي ممكن ترصد حشرة من تحت سطح المي، حشرة على الشط يعني، تنشن عليها من تحت المية وعين تضربها بمدفع مي. هنبص بقى للحكاية دي، تصوير سريع وتصوير بطيء. الحشرة اللي فوق هي بتتضرب بمدفع المي، شوف من تحت، شوف المدفع اللي تحت، شايف كل شوية تخبطها راحت تقع في بقها على طول بالظبط. هنشوف تصوير بطيء للحكاية دي لأنها حاجة غريبة صحيح. هنا النحلة شوف بتتضرب ازاي من تحت. شوف بقى، بص بقى التصوير البطيء، شايفه المدفع ده مدفع مية ممكن يدي لغاية 15 قدم. هو غريبة النشان، نشن يروح واخدها ببقها على طول. وبعدين ازاي ترصدها من تحت المية بالرغم ان في انكسار ضوئي في المية، يعني معناه تحسب معامل للانكسار برضه، لان دي عملية دي عاوزة بقى نيوتن عشان ينشن، لانها بتنشن من تحت المية، فبتحسب معامل الانكسار. فدي شغلانة بقى، دي كمبيوتر دي. السباحة أسرع سرعة الإنسان في السباحة 4.5 ميل. كلب البحر 20 ميل في الساعة. والأسماك حوالي 16 ل 20 ميل في الساعة. الدولفين 20 ميل في الساعة. التونة 25 ميل في الساعة. وده البنجوين 20 ميل في الساعة برضه. كلهم أكتر من الإنسان 4.5 ميل، يعني حاجة هايفة جدا. الغطس بقى مواهب غريبة جدا بتاع الحيوانات. يعني الرقم القياسي بتاع الإنسان 3 دقايق و40 ثانية غطس. كلب البحر ده ممكن ينزل 40 دقيقة تحت المية، ولو عمق 300 متر، الإنسان أقصى حاجة 100 متر ويتنه 3 دقايق و40 ثانية. دي بقى تحت المية 40 دقيقة، يعني ممكن تلعب بقى وتتنطط ومش عارف ايه، مع انها تنفسها رئوي، يعني مش خيشومي، رئوي، يعني لازم يكون معبية أكسجين جوه عشان يكفيها لمدة 40 دقيقة. فكونها تقعد 40 دقيقة، تلتين ساعة تحت المية، ده شيء غريب.
تطلع تاخد شمة هواء وتنزل تاني تلعب. غطاس تمام. البنجوين ممكن ينزل على عمق 260 متر ويقعد 15 دقيقة. الإنسان أقله. الإنسان الرقم القياسي بتاع غطاس فرنساوي أعلى رقم وصله كان 3 دقايق و40 ثانية، ولازم يستعين بتقل عشان يغوص 100 متر دول. يقعد 3 دقايق و40 ثانية على عمق 100 متر. البنجوين ينزل 260 متر و 265 متر ويقعد 15 دقيقة. كلب البحر بينزل لعمق 300 متر ويقعد 40 دقيقة. الحوت ده بقى عجب، ده بينزل ل 2250 متر عمق ويقعد ساعة وتلت. قاعد ساعة وتلت يعني 80 دقيقة. ده ممكن ياخد تعسيلة يعني تحت كمان. سباحة صدر بقى، المسافات الطويلة. المسافات الطويلة أقصى طول للإنسان في العوم 129 ميل، ده الرقم القياسي. الحوت الرمادي 5000 ميل سباحة من ألاسكا لغاية المكسيك بطول الساحل الأمريكي. فده مش ضرب بقى الرقم القياسي بعقل، ده يعني ضرب الإنسان على قفاه خالص. شوفوا جاي منين، جاي من فوق من عند كندا، لا من عند ألاسكا، أو نازل على الساحل الأمريكي لغاية المكسيك. 5000 ميل سباحة. وبعدين لما يريح بقى كأنه جزيرة كده. البنجوين ده ميدالية فضية سباحة المسافات الطويلة، 2000 ميل من أمريكا الشمالية لغاية البرازيل بطول الشاطئ الأمريكي. يعني حاجة عجيبة. فين 5000 ميل و2000 ميل؟ سمك التونة سرعة عوم تحت المية 25 ميل في الساعة. الإنسان انتوا فاكرين 4.5 ميل في الساعة، حاجة يعني فلس خالص. السلمون سرعته 20 ميل في الساعة. وبعدين السلمون بيعمل بهلوانيات غريبة جدا، لأنه بيعوم ضد التيار ويعوم ضد الشلال. يعني لما يبقى في شلال يطلع يعوم فوق الشلال وينط بارتفاع 11 قدم. انتوا شايفين هنا بيتحرك ازاي ضد الشلال. في الفلاينج فيش او السمك الطيار ده بيرتفع 500 قدم فوق سطح البحر. يعني يعوم ويطير كمان، حاجة يعني. بعد كده في الطيران الشراعي بقى. الطيران الشراعي دي عجب. عندنا الزواحف الطيارة لها غشاء غريب كده بين الأطراف. هتشوف بقى ازاي بتنط وتطير تعوم في الهواء. طيران شراعي. هنشوف المنظر العجيب بتاع الزواحف دي. شوف طايرة ازاي، شوف طايرة ازاي. ده طيران شراعي، تبقى عايمة فوق الهواء. شوف الطيران، وهي زواحف ما هياش طيور، لكن لها أجنحة غشائية. حاجة غريبة صحيح. ما فيش في الإنسان طيران شراعي إلا إذا كان بيستعمل بقى عدة وبتاع وشغلانة يعني. الإنسان في محاولاته كانت بسيطة خالص، دي عبور المنش
بطيارة بتمشي بموتور موت رجل، شايفين الطيار بيدور موتور زي البسكليتة كده. دي كانت من ضمن المحاولات البدائية في الطيران. الصقر بيطير بسرعة 60 ميل في الساعة، لكن ده الصقر الملكي 82 ميل في الساعة. الإنسان بيقدر يطير الطيور على الطيران اللي على الواقف عن طريق الهليكوبتر، عدة بقى ومكنة. لكن شوف أبو فصادة واقف في الهواء إزاي. الطيران الساكن ده بيعمله من غير أي عدة. شوف احنا بنعوز كل الهلمة دي عشان نعمل حركة الطيران اللي على الواقف، بينما أبو فصادة الحشرة. وفي الطائر الصياد برضه، شوفوا بيقدر يقف في الهواء إزاي. وفي بعد كده صياد السمك المتخصص، ده شيء رهيب. صياد السمك المتخصص ده بقى في حركته فنان فنان. شوف ازاي واقف ثابت في نفس النقطة، وبعدين يرقم بقى أول ما يلاقي سمكة يروح دابب بمنقاره واخدها وطالع. شوف واخد السمكة ازاي، نشن عليها وهو طاير، حاجة غريبة. فده ملك الطيران الساكن، ده الهليكوبتر الأصلي بقى. شوف هليكوبتر جميل ازاي، من غير لا عدة ولا أي حاجة. بيبص أول ما يلمح سمكة بيروح نازل غاطس وطالع تاني طاير برضه. ده اللي هو الطائر الطنان، ده هامينج بيرد. ده حجمه صغير قوي وفظيع في قدرته على انه يبقى واقف في الهواء كده ما يتحركش. وشوف بيعمل حركات شكلها ايه بالديل والبطن والجناحين. ده طبعا تصوير بطيء، لان هو في التصوير العادي ما تشوفش جناحته زي النحلة بالظبط. وبعدين يستهلك طاقة كبيرة جدا، وعشان كده هو طائر نوام، ياكل كتير وياكله دايما عسل ورحيق، وبعدين يروح مكوع من المغرب لغاية الفجر، لأن بيعمل مجهود فظيع في الطيران. إنما شوف رشاقة الحركة، واقف في الهواء ساكن، لكن الهواء دي عبارة عن يعني كشك تليفون مثلا ولا حاجة قاعد عليه. بياخد شفطة كده من الرحيق ويقف كده، ياخد شفطة ويقف يمزمز، شفطة ويمزمز. ده الألاباتروس، الطائر الرشيق الجميل ده. شوفوا بقى الطيران الشراعي والانزلاق على الهواء، نايم فوق الريح ازاي، مفيش اي حركة، وممكن يعمل رفرفة ظريفة فيبقى ساكن في الهواء تماما. بس هو شيك. الألاباتروس ده من ضمن الطيور الشياكة يعني. شوف سايب روحه ازاي ولا اي حاجة، يعمل توازنات غريبة بجناحته ورجليه من غير اي حركة. ده الانسان بقى لما بيحاول يعمل طيران شراعي لازم يعمل الحكاية دي كلها، العدة دي كلها مش عارف ايه، وتيجي عربية تزقه الاول، شغلانة يعني. أو يعمل هليكوبتر بقى بالعدة الكبيرة دي، النسور والحدادي. النسر بيطلع لغاية 6000 قدم ارتفاع، من الطيور القوية يعني. الفراشات بتعمل ماراثون غريب قوي. ده المونارك باترفلاي، فراشة المونارك. الفراشة دي بتعدي الأطلنطي من أمريكا لأوروبا في ماراثون غريب جدا من ألوف الفراشات، وبتنام فوق الرياح 3 أيام من غير أكل بسرعة الريح اللي هي بتبقى حوالي 11 ميل في الساعة، وبتوصل أوروبا في رحلة لا يمكن الواحد يتصورها. فراشة الجميلة دي تطلع من أمريكا تروح لأوروبا، ومن تقعد 3 أيام صايمة وهي نايمة فوق الرياح لغاية ما توصل لأوروبا. لكن كتير منها طبعا بيهلك ويقع في البحر. الطائر الصغير ده الجرينلاند هويتيا، من طيور جرينلاند. ده طائر غريب لأنه بيعمل رحلة من كندا زي ما احنا شايفين من فوق كده، ينزل على
يعدي الأطلنطي لأفريقيا، ولا تقول طيارة نفاثة يعني. شوف قد إيه حجمه. على بال ما يوصل لأفريقيا بيكون نص وزنه، خس نص وزنه. ده الطائر القطبي بيعمل حاجة أعجب، لأنه بدأ يطلع من شمال كندا ينزل على الشاطئ الأفريقي لغاية رأس الرجا الصالح، وبعد ما يوصل رأس الرجا الصالح يبتدي يعدي البحار الجنوبية، لغاية ما يوصل للقارة القطبية الجنوبية اللي شايفينها قدامكم دي. وبعد ما يوصل للقارة الجنوبية القطبية يلف حواليها. شوفوا بيلف حواليها ازاي، ده القطب الجنوبي، شايف بيلف حواليه ازاي. وبعد ما ياخد لفة كاملة حوالين القطب الجنوبي أو القارة القطبية الجنوبية بيرجع تاني يندفع شمالا في نفس الطريق، فيطلع من أفريقيا، شايف ازاي، على الساحل الأفريقي من رأس الرجاء الصالح لغاية فوق، وبعدين يروح عدي الأطلنطي ويروح لكندا ويروح لنفس العش بتاعه. 23 شهر طيران، 40,000 كيلومتر، 40,000 ميل. اسمه الطائر القطبي، ده بولار بيرد. 40,000 ميل طيران من غير لا خزانات وقود ولا كلام فارغ من ده، يعني مسافة تقريبا دورة حول العالم. الطائر ده اللي اسمه الأوكسفورد سويفت، ده بريطاني الجنسية، وده بيطلع من انجلترا لأسبانيا ويوصل مدريد في 3 أيام. وده طائر مشهور بيعملوا عليه أبحاث عشان سرعته، بيعملوا عليه أبحاث ويركبوا في رجليه جلاجل مخصوصة وأساور عشان يعرفوا إمتى وراح فين وكده يعني. وده بيعيش 3 سنين من عمره طاير، ياكل في الجو، يتناسل في الجو، يتزاوج في الجو، وينام في الجو كله. حاجة غريبة. طبعا نيجي بقى للبهلول البهاليل وأراجوز الأراجوزات، المعلم الكبير بقى القرد. القرد بقى يعني ده ملك الجمباز، وهو اللي بدع الجمباز في العالم. هنشوف دلوقتي ان اولا القفزات الغريبة بتاعته اللي قلنا بيبقى ينط على ارتفاع ايه، على ارتفاع 30 متر في الهواء. شوفوا بقى النطة دي على ارتفاع 30 متر، ما فيش لا تحته شبكة ولا مرتبة ولا الكلام المايس بتاع المش عارف ايه دي. وقفزات جميلة وفيها رشاقة وشياكة وتلقائية وحاجة هندسة يعني. معلم، شوفوا طاير ازاي، ايه ده. ادي الاستاذ الحقيقي الجبن، القرد الجبن، او بالذات انثى الجبن. بصوا بالظبط بقى الحركات بتاعتها شكلها ايه. هتلاقوا فعلا مش بس ده نادية كومينيتشي، لا ده بقى الاصل بقى، المعلم بقى، المعلمة الكبيرة. ده مش بتنط من عقلة لعقلة، لا ده بتنط من شجرة لشجرة وبين الشجرتين 50 متر، وفي تواصل، يعني مش بتنط عشان مش عارف تمسك، لا ده بتنط واللعبة مستمرة. شوف الحركة دي نفس جابوا الكلام ده كله من القرود، هم أساتذة الجمباز في العالم. وزي ما قلنا مفيش أي ضمانات يا عيني، مفيش تقع تتكسر رقبتها، مفيش أي حاجة، مفيش ارحميني ياما، مفيش لا مرتبة ولا شبكة ومفيش لا تسقيف ولا تشجيع وده متواصل شيء، ده حاجة لا تصدق. شوف بقى هناخده كده تصوير بطيء. المصور فنان وبيورينا الانسجامات الغريبة بين الأطراف والجسم في الحركة الغريبة دي، وبعدين ازاي بيمسك الفرع كده في هدوء من غير تشنج ولا حاجة، يعني مطمن تمام ان ده بتاعه، يعني ده بيته. يعني شوف الدراع الهادية دي وهو بيمسك الفرع، مع ان بين الشجرة والشجرة يعني ممكن زراعة رقبته تدش ما يرجعش بعد كده ابدا، لكن هو عنده ثقة، وفي بقى بينه وبين الطبيعة علاقة يعني
كائن منساب كده مع الطبيعة في جمال غريب، كأن يعني الشجرة دي فوتيه مثلا بتاع كنبة. احنا تهزقنا قوي، تهزقنا بشكل بقى فظيع. يا ولده ايه ده؟ البرغوث، يعني البرغوث يبقى فيه لياقات بدنية لدرجة ان هو ينط لفوق 133 ضعف قد طوله يعني. وبعدين ايه ده؟ ده جميع الارقام القياسية اللي احنا قريناها في اولمبياد سول ومونتريو ولوس انجلوس اتكسرت كلها. ايه ده؟ الانسان اللي هو يعني الرقم القياسي في الغطس عنده 3 دقايق و40 ثانية، بصينا لقينا الحوت بيوصل في الغطس الى يقعد تحت المية ساعة وتلت. الله، ده يسمع وصلة ام كلثوم تحت المية، يعني يقعد يكوع كده ويسمع وصلة من ام كلثوم تحت المية، وعمق 2250 متر. البنجوين بينزل ل 260 متر ويقعد 15 دقيقة، وكلب البحر ينزل ل 300 متر ويقعد 40 دقيقة، والإنسان 3 دقايق و40 ثانية. ده احنا ما نسويش حاجة خالص. وبعدين في السرعات، يعني أقصى سرعة في السباحة 4.5 ميل في الساعة، بينما احنا عندنا التونة بتعوم بسرعة 25 ميل في الساعة. والسباحات الطويلة أقصى حاجة وصلها الإنسان 129 ميل. سباحة طويلة، وده يقابلوه بالهتاف وبتاع وميداليات والصحف وكاميرات وبتاع. والحوت اللي بيعوم 5000 ميل من ألاسكا للمكسيك بطول الشاطئ الأمريكي. ولا حامل الميدالية الفضية اللي هو البنجوين اللي بيعوم من الشمال الأمريكي لغاية البرازيل 2000 ميل على الشاطئ يعني. وده السباحات الطويلة. وبعدين لما نبتدي في الطيران، أعجب حاجة إن احنا نشوف طائر البولار بيرد اللي هو الطائر القطبي، اللي هو جاي من شمال كندا، يعدي الأطلنطي وينزل على الشاطئ الأفريقي لغاية راس الرجا الصالح، وينزل في البحار الجنوبية، وبعدين يوصل لغاية القطب الجنوبي والقارة القطبية الجنوبية، يلف حواليها، وبعدين يرجع تاني يعدي البحار الجنوبية ويروح للشاطئ الأفريقي من رأس الرجا الصالح لفوق، وبعدين يعدي الأطلنطي ويروح لكندا ويروح لنفس عشه. 23 شهر طيران، 40,000 ميل من غير خزانات وقود ولا أي حاجة، مسافة تساوي دورة كاملة حول الأرض. إيه ده؟ 40,000 ميل، حاجة مش معقولة. والطائر قد كده، إيه ده؟ حاجة ده أرقام إيه الأرقام حاجة غريبة. وبعدين فراشة المونارك اللي هي تطلع في ماراثون من الشاطئ الأمريكي تعدي الأطلنطي وتروح أوروبا، محمولة على الرياح ونايمة صايمة 3 أيام لغاية ما توصل هناك فرنسا. إيه ده؟ ده حاجة لا تصدق. وهي فراشة يعني كائن مرهف، كائن شفاف مرهف كده يعني. يعني الحقيقة شيء مش عادي. وبعدين دول كلهم اللي هم أبطال وبطلات المصنع الرباني، اللي هم نجوم ونجمات المواهب الفطرة. ما فيش لا لهم وزارة شباب بتصرف عليهم، ولا مش عارف نادي ايه بيدرب، ولا خبراء تغذية، ولا خبراء طب طبيعي، ولا واخدينهم من سن الطفولة عمالين يعلموهم. وما فيش لا صحافة ولا إعلام ولا جوائز ولا تشجيع ولا أي. والواحد قرد ينط مش عارف على ارتفاع 30 متر من غير لا شبكة ولا مرتبة ولا. وبعدين القرد إيه؟ ده مش قرد، ده معلم، ده أستاذ يعني احنا كنا بنشوف نادية كومينيتشي دي، حاجة يا سلام. إيه ده؟ واحد يبحلق كده وهو مجنون، ده إيه ده. وبعدين تيجي بقى تشوف تلاقي الحركات دي كلها حركات قرودي أصلا،
يعني دي القرد هو اللي حط القواعد هو اللي حط المنهج والمذهب وازاي، بس على أستاذية بقى، على معلمة. يعني واحد بينط لي من شجرة لشجرة، مش من عقلة لعقلة، وبإيد واحدة، ومش عارف يشقلب ازاي ويطير ازاي ويعمل، متواصل. يعني فعلا شيء غريب. ده ايه ده يعني ده مظاهرة. يعني انا بحس ان دي مظاهرة بتهتف يعني من كل الافواه دي كلها: لا اله الا الله، ليس كمثله شيء في صنعته. لان كل ده بيهتف بالصنعة اللي ما فيش زيها صنعة. ان الانسان لما عمل ولا حاجة، لما حاول يشغل مخه يعني ويحاول يصنع، انما دي طالعة من الفطرة، من المصنع الرباني على طول كده. دي صناعة إلهية على طول. بتهتف وتعبر عن الكمالات الجميلة اللي ربنا حطها في كل الكائنات دي. يعني ربنا بيقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وبيقول: كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قل انظروا ماذا في السماوات، برضو لفت نظر إلى السماوات. احنا اللي شفناه جانب من الأرض، لكن الكون مليء بالأعاجيب والآيات الغريبة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في السماوات هيكون لنا مرور في السماوات، وهنشوف آيات وبعضنا يعرض برضه، زي ما بنشوف على الأرض آيات ونعدي عليها في غفلة. وبعد كده بنشوف حد يجي يقول لي مثلا: برهن لي على ان ربنا موجود. برهن له ايه؟ طب ده الوجود كله بيهتف يا ابني. بقول له: الكون يا ابني كله بيهتف. يعني تيجي الشمس طالعه وتقول لي برهن لي على ان الشمس طالعه؟ طب ما هي بص، تبقى احنا في عز النهار ويجي واحد يقول لي برهني على ان الدنيا نهار. طب ما هي يا ابني الدنيا نهار، الكون نفسه بيهتف. يعني دي من ضمن الحقائق الأولية، البداهات الأولى. وربنا بيدل على نفسه بنفسه، خلاص مش محتاج لبراهين. فهي العالم كله بينطق بالوجود الإلهي وبالإبداع الإلهي، لأن دي مسائل وراها تخطيط. يعني كل المواهب الموجودة في الحيوانات دي وراها تخطيط، ما هياش حاجات عشوائية. في الواقع يعني أنا بشوف إن المشاهد والمناظر والحاجات الأمثلة اللي شفناها هي أمثلة بليغة لها مدلول، وإن الفيلم نفسه عبارة عن وجهة نظر مش مجرد فيلم، وإن الواحد لما يبص له ببراءة ومن غير تحيز بيقدر يحط نفسه في المكان المظبوط ويبطل غرور تماما، ويحس بالإدهاش والإبهار، ولا يملك إلا أن يقول لا إله إلا الله.